السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم بكل صراحة. طبعا بعدنا فترة كبيرة قوي، بس اللي حاصل في النادي الأهلي حسيت إن أنا من واجبي إن أنا أقول رأيي واللي أنا شايفه، واللي أنا من متابعتي للناس كتير اتكلمت، أهلاوية كتير ما اتكلمتش في النقطة اللي أنا عاوز أتكلم فيها، وهي دي السبب اللي أنا شايفه الحقيقي في هبوط مستوى النادي الأهلي وتراجع مستوى الفريق السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها والسنة اللي احنا شايفينها دي. ناس كتير بتقول لك المدرب لا لا لا، احنا جبنا لاسارتي، جبنا فايلر، جبنا موسيماني وتخللهم مدربين مصريين، وجبنا كولر. العيب مش في المدرب. النادي الاهلي مشكلته الحقيقية تذبذب مستوى اللعيب يديك 8 من 10 3-4 مباريات ومش ينزل يعني 2-3 من 10، لا ده يديك 3-4 ماتشات 2 من 10، 2-3 من 10 بالكتير. فطبعا من 8 ل2 ادي احنا شايفينه، ده بطء في التحرك، مس باص على ما فيش اكتر كده، يعني حاجه يعني ناخد جايزه عالميه امبارح في المس باص. ما فيش حاجه خالص، لا جري ولا شخصيه ولا نحرره ولا ما فيش اي حاجه ولا روح، مفيش اي حاجه. كل ده تذبذب مستوى، والفريق فعلا زي ما ناس كتير قالت عاوز يتغير. لكن ايه السبب اللي جايب لنا تذبذب المستوى ده؟ ان احنا ما عندناش لعيبه دوليه. الجيل العظيم اللي احنا عارفينه بقياده مانويل جوزيه قاعد كام سنه، لان كان معظمهم دوليين اللي كانوا في الملعب. هات من عصام الحضري لفلافيو قدامه وعماد متعب، خد بكل الفريق كله دولي. واللي مش فاكر، الحضري دولي، وائل جمعة دولي، سيد معوض دولي، جilberto دولي، محمد شوقي دولي، بركات دولي، تريكا دولي، عماد متعب دولي، فلافيو دولي. لعيبه كتيره جدا كانت في النادي الاهلي دوليين، لعيبه بتلعب على مستوى عالي جدا. فاللاعب الدولي بيديك مستوى ثابت لفتره طويله. لكن اللعيب اللي مش دولي والمنتخبات ما بتاخدوش ليه والمدربين ما بتاخدوش ليه؟ عشان ما بيقدرش، فاضي. كان في كلمه زمان في كاس العالم 90 ايام الجوهري رحمه الله عليه، بعد ماتش هولندا، اللي طبعا اللي كبير زي كده هيعرف وشاف الماتش، لعبنا ماتش عالمي، وكان احمد الكاس ده كان ايه؟ لعيب في ماتش هولندا ده ينافس على احسن لاعب في العالم. بيسالوا المدرب بتاع ايرلندا ان احنا هنلعب معاه الماتش الثاني مع ايرلندا، وكان الماتش الثالث اللي لعبناه مع انجلترا. مدرب ايرلندا قال، بيقولوا له يعني هتعمل ايه قدام الكاس؟ قال الكاس فاضي. احنا ما كناش فاهمين الكلمه، يعني ايه الكاس فاضي؟ هو بيقال كده الكاس فاضي، يعني ايه الكاس فاضي؟ قال لك عنده تذبذب في المستوى، هيديك مستوى 8 من 10 وهيديك بعد كده تاني ماتش 2 من 10 3 من 10 كده. فالراجل قال كلمه حكمه قاعده لسه بترن، والله العظيم التصريح ده ما نسيه. بيسالوه بيقول هتعمل ايه في احمد الكاس؟ لعيب كان في ماتش هولندا مكسر الدنيا، وتاني بعديها بيومين او 3 هنلعب مع ايرلندا. قال لهم الكاس فاضي. تابع مباراه مصر ومنتخب مصر وشاف ودرس وقرأ عرف، قال لك الكاس فاضي. مع ان احمد الكاس ده لعيب جامد جدا، بس ما عندوش ثبات في المستوى. واللي حاصل عندنا في النادي الاهلي كده، ما عندناش لعيبه دوليه. عندنا محمد الشناوي لعيب دولي اساسي في منتخب مصر، عندنا محمد عبد المنعم اساسي في منتخب مصر، عندنا معلول كان اساسي في منتخب تونس دلوقتي بس دولي، عندنا اكرم توفيق ربنا رب يشفيه دلوقتي ما بقاش موجود، كلنا ندعي له بالشفاء ان شاء الله يرجع احسن من الاول باذن الله. ادي الخط الخلفي 3 في الخط الخلفي. طب بقيه الخط، طب محمد هاني ايه ظروفه؟ لاعب مش دولي. طب متولي مش دولي. طب ياسر ابراهيم بيروح على فترات مش دولي. طب رامي ربيعه مش دولي. طب ممكن نجيب كريم فؤاد مش دولي.
طب وسط الملعب السوليه ما لعبش مع كروش غير كروش بس دولي. هاتوا تاريخه قبل كده مش دولي. طب تاريخه بعد كروش مش دولي. طب حمدي فتحي بيلعب عليه محمود حماده اساسي دلوقتي في منتخب مصر، بيلعب عليه وهو قاعد احتياطي، بينزل احتياطي. ليه؟ مش دولي، مذبذب في المستوى، مش ثابت. هيديك 8 من 10 في ماتش، يعني شفناه في ماتش السوبر احنا حمدي فتحي عالمي عالمي. تقول ما فيش احسن خط نص في افريقيا غيره، ما فيش. طب شوف حمدي فتحي اتفرج عليه دلوقتي. انت لو مدرب، اي حد بيتفرج عليه لو مدرب ما يحطوش في الاساسي ابدا. لعيب مش هيديك طول الوقت الثمانية من 10 السبعة من 10. يوم هيديك يوم ما يعلى مستوى 8 من 10 لعيب جامد جدا. طب يوم ما مستواه يهبط هيديك 2 3 من 10. طب ده خلاص، ده ما فيش مستوى خالص. يبقى ده اللي حاصل معانا بقى له 3 سنتين اللي فاتوا، والسنه الثالثه البوادر بادئه. ادي خط النص ما فيش فيهم غير ديانج. وانا عاوز اقول لكم برضو ان هو مش اساسي في منتخب مالي، لكن لعيب مبشر عشان هو لسه صغير، لعيب مبشر. ادي خط النص. طب قدام قفشه مش دولي. طب الشحات مش دولي. طب احمد عبد القادر مش دولي. برونو سافيو مش دولي. طب شريف شادي حسام حسن مش دوليين. هم دول اللي بيلعبوا، هم دول الاساسيين اللي احنا كجمهور النادي الاهلي مستنيين منهم الكتير. لعيبه مش دوليه، لعيبه مش ثابته المستوى. فعشان كده على الاداره خدعوا الناس كلهم اللعيبه دي انهم بيدوك مطوشه مباريات ايه؟ مباريات على اعلى مستوى. انت طبعا ما هو ده اللاعب الكمين. اللاعب الكمين تعرفه منين؟ انا والله العظيم ما بهاجم جمهور، ما بهاجم من لعيبه النادي الاهلي. انا ما بهاجمش لعيبه النادي الاهلي، بس انا عاوز اقول دي الحقيقه، لازم نواجه نفسينا. الاداره اتخدعت زي ما احنا اتخدعنا، ولو انها ما تنفعش تخدعنا بس اللعيبه تخدع اي حد. شفنا محمد هاني في كاس العالم قدام بايرن ميونخ، قلنا بس ده خلاص رجع لمستوى قمه مستواه، لكن رجع تاني سقط انه لعيب مش دولي. شفنا رامي ربيعه في كاس العالم الاخير كان لعيب ايه، لكن رجع تاني رامي ربيعه كمين. اللاعب الكمين يوريك ان هو لاعب كبير جدا، يخلص فتره الانتقالات تقول لا ده هو هنعتمد عليه، يروح ايدك منه والارض. مش هينفع. النادي الاهلي لازم يحط بلان ان لازم اللعيبه اللي تيجي على الاقل المحترفين واللعيبه المصريين اللي نجيبها لعيبه مبشره، لعيبه واعده تقدر مع يعني الاراء الفنيه ناخد فيهم راي ان ده قدامه سنه ولا 2 وهيبقى اساسي في منتخب مصر. يبقى ده التارجت بتاعنا، مش لعيب حلو بس يعمل مباراه يعمل مباراتين. لا مش هينفع مع النادي الاهلي. ده اللي هنشوفه على طول مع اللعيبه دي. لازم خطه سريعه ان الانتقالات يناير تجيب لك 3 لعيبه 4 لعيبه. انتقالات الصيفيه نبدا ندخل، لازم في الدفاع في خط النص في الطرفين في الهجوم. كل اللعيبه كل الخطوط لازم يبقى فيها لعيبه جديده تخش عليهم، لعيبه يحصل ايه؟ احلال وتجديد. بس الكلام ده يحصل امتى؟ في خلال سنه، سنه ونص بالكتير. يبقى احنا اللاعب اللي نجيبه حتى لو مش في منتخب مصر، بس الاراء الفنيه بتقول ان اللاعب ده بعد سنه هيبقى لعيب كبير جدا. لعيب لازم لا غنى عنه في منتخب بلده اذا كان محترف او محلي. هي دي المشكله الكبيره، مش مشكله مدربين. صدقوني والله العظيم مشكله مدربين. خلاص اكتشفنا اللعيبه دي. هات ده رامي ربيعه لعب ماتش كويس قوي، لكن لعيب ما تلاقيهوش. رامي رجوله، رامي مش عارف ايه، بيلعب لسه اكنه بعقليه الناشئ. زي محمد هاني انا ما بهاجمهمش والله، ومحدش يقول لي ده سلاحنا وما تهاجموش. ما احنا هنشرب المرار برضه. هو هتقعد تنفخ، عارف اللي بينفخ في قربه مقطوعه؟ احنا بننفخ في قربه مقطوعه. ده محمد هاني مش عارف ايه، ده محمد هاني هيرجع لمستوى بايرن ميونخ. طب ما هي ماتش، هي بطوله هيديها لك وخلصت على كده. احنا عاوزين نواجه نفسنا بالمشكله عشان نعرف نحلها، نوجد لها حل. النادي الاهلي ما عندوش لعيبه دوليه، واللعيب اللي مش دولي هتلاقيه كده مذبذب المستوى، يديك 8 من 10 مره ويديك 3 من 10 3 مرات. فده مش هينفع. كده النادي الاهلي هنفضل في الدوامه دي.
زائد المنظومه. سيبك من احنا عارفين حكام مع وزاره رياضه مع منظومه رياضيه كلها مش طايقه النادي الاهلي، مش طايقه، مش عارف ليه مش طايقه النادي الاهلي. قال العالم الكبير رحمه الله عليه الزويل، احمد الزويل، قال كده، قال عندنا في بلدنا مش بنحاول نساعد الفاشل عشان ينجح، لا ده احنا بنفشل الناجح عشان كلنا يبقى الروس تتساوى، الروس كلها تبقى واحد. احنا لازم النادي الاهلي ده يفشل عشان كله يبقى زي بعض، والناس كلها تغيظ في بعض وتقول لك ما احنا زي بعض. شفتوا احنا زي بعض ازاي؟ مفيش. دي شق كبير جدا. تحكيم منظومه فاسده، اتحاد الكره فاسد اداريا، الوزاره لا تصلح، وزير لا يصلح، وزير رياضه لا يصلح، انا بقول لا يصلح، ما يصلحش. وزير رياضه كان بيشيل شنطه رئيس نادي، ما لا يصلح، بيخاف منه والله. لا ما عندوش غيره ولا حميه على الرياضه، على الكوره ولا مصلحه الرياضه المصريه ابدا، جاي لهدف معين. واحنا قلنا من زمان انتوا بتختاروا اللي بيختار رئيس اذا كان رئيس الوزراء بيختار له الوزير بتاعه، وزير اي وزير، وزير الصناعه، وزير التجاره، وزير اقتصاد، اي وزير بيختار عشان ينجح يكبر المكان، حسن الاختيار. احنا مختارين وزير موظف، مفيش اي ابداع، موظف، وزير موظف. اعمل حاضر يا فندم، حاضر يا فندم. بيقول لي رئيس النادي اللي احنا عارفينه بيقول له يا فندم حاضر يا فندم، اعمل حاضر. ادينا شايفين رئيس اتحاد الكوره، لا حول ولا قوه، جمال علام يعني راجل بيقول لك راجل طيب. اللي انا بسمع الكلمه دي تقول لك ده راجل طيب. يا عم راجل طيب زي ما قال سيد عبد الحفيظ، جوزوا بنتك، مش تقعدوا في المنصب اللي انت تخطط فيه للكره المصريه. منظرنا بقى فاشل، منظرنا بقى وحش. ما غيرتوش على نفسيكم. شفتوا المغرب بتعمل ايه، شفتوا قطر بتعمل ايه، شفتوا السعوديه عندها ايه. مش موضوع فلوس والله، ما موضوع فلوس. عندنا بواب كتيره، عندنا ناس يعني لو ناس جت بما يرضي الله، ناس تيجي تخطط للكره المصريه بما يرضي الله، مش بما يرضي اشخاص ولا اهواء ولا بما يرضي نادي عشان نحارب نادي تاني. طب يا اللي انت بتفكر عشان عاوز اي كنت في اي حته بتفكر تفشل النادي الاهلي، الورده المفتحه في الرياضه المصريه، عاوز تفشله، يعني انت عاوزها ايه؟ وبعد ما تفشله ايه اللي هيجرى؟ ايه اللي هيجرى؟ اللي هيجرى اللي احنا شايفينه، منظومه فاسده، مش فاسده اداريا، منظومه مالهاش اي قيمه. تحكيم اقول ايه؟ ما عندهمش موهبه، ما عندهمش قدرات، ما عندهمش كاريزما. ناس لا بتشرفك لا في افريقيا ولا في بطوله عربيه ولا محفل دولي، ما فيهمش حد عليه الطلب زي ما بيتقال. اتحاد كوره رئيسه جمال علام، كان رئيس نادي درجه ثالثه جاي يخطط للكره المصريه. عاوزين النتيجه ايه؟ صفر كبير، صفر كبير. احنا لينا اللي خلوا الناس بتتمنى الخير للنادي الاهلي، لان احنا شفنا ان والرياضه المصريه مش والله العظيم بيقابل ناس خلاص من اللي شايفاه بقت تقول لك احنا مالناش دعوه بالنادي الاهلي، ان شاء الله تولع الرياضه، ان شاء الله يولع المنتخب. خليتوا الناس بقت تتكلم بالطريقه دي. حرام عليكم. المسؤول بيجي على الكرسي يدير بما يرضي الله، يدير بما يرضي الله، لكن عشان عندي عضو فاسد فاشل في منظومه، فانا عاوز ارفع، مش قادر ارفع الفاشل، فشد الناجح لتحت عشان الروس تتساوى، الروس كلها تتساوى. اصرف، ادي الخراره فلوس، اديها على قد ما تقدر، ادي وافتح خزاين الرياضه المصريه كلها وفلوسها للخراره. بترمي في ما انا هترمي في الخراره، ايه اللي هيحصل؟ الخراره هتبلعها وهتفضل خراره وخراره، مش طالع منها غير ريحه وشكل وقيمه، ومفيش مبادئ ولا ما في. ادينا شايفين، مش عايزين نتكلم. انا طالع النهارده بس عشان اقول اللي انا شايفه في النادي الاهلي. النادي الاهلي عاوز لعيبه غير،
عاوز قماشه غير. اوعى حد يصعب عليك من اللعيبه وتقول لا ده لعيب هيديني. ادينا شفنا قفشه في الاخر بنحبه وكنا بنقول ايه ملاعب محترم ولاعيب مؤدب، وادينا شفناه بيعمل ايه. ادينا في الايام الاخيره بيقول ايه؟ قفشه بيقول خلي الملاعب الاجنبي ينفعهم. قفشه غيران من سافيو. انتوا شايفين سافيو؟ الناس دلوقتي بتقول لك سافيو وحش. لا سافيو مش وحش، سافيو نزل مع النازلين اللي حواليه 3%، اللي حواليه واقعين، فهيعمل ايه لوحده؟ مش هيشدهم لوحده. مفيش لاعب يشد فرقه لوحده، مفيش. لا الفرقه تشيل 3 4 في وسطيها تعبانين تشيلهم، تبدا ترفعهم بقت لكن احنا امبارح او الماتش اللي قبليه والماتش اللي قبليه 3%. مستوى مفيش. يا ريت يعني قلت، يا ريت الكلام اللي انا قلته لو يوصل لاي حد يعرف يوصله للاداره. مشكله النادي الاهلي ان ما عندوش لاعب دولي. فرقه النادي الاهلي فيها 3 لعيبه دوليين، منهم 2 اساسيين فقط لا غير، الشناوي محمد عبد المنعم، ومعلول بقى احتياطي في منتخب بلده. نقول عشان كبر السن شويه، لكن معلول احسن واحد بيدي في الملعب. هم ال3 دول انا بقول لكم عليهم راجعوا الماتش اللي فات، هم اللي مستواهم شايل. محمد عبد المنعم مش موجود عندنا في الدفاع امبارح، والله العظيم شوارع لعيبه مش دوليه. ده اللي انا كنت عاوز اقوله، وكنت عاوز اوصله وجهه نظري ان انا حاسس يعني منفعلين زي كل واحد من جمهور النادي الاهلي منفعل. وبعد الماتش بتاع امبارح وشايف ان الفرقه واقعه والمشكله، بس انا لقيت ناس بتتكلم على المدرب، لقيت ناس بتتكلم على مش عارف. لا المشكله في اللعيبه، لعيبتنا عندها تذبذب في المستوى، والسبب انهم مش دوليين. عاش جمهور النادي الاهلي العظيم، عاش. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.